انا زوجي ضيع لي بطاقة التموين. بالله عليكم ينفع؟ لو ينفع قولوا ينفع. ينفع كده يا باشمهندس اللي انت عملته فيا ده؟ وفي الاخر يقول لي ايه؟ طول عمرنا عايشين من غير بطاقة تموين، من صغرنا ما كناش نعرف يعني ايه تموين، وطول عمرنا اهالينا بيخبزوا في البيت. انا اسمع الكلمتين دول واقعد؟ والله ما اقعد ولا اسكت ابدا. ده انا شيف شاطره وعجبكم، ست بيت شاطره عجبكم قوي. الحكايه اللي انا بقولها لكم دي فعلا صحيحه حصلت. وطبعا العيش في البيت ده روحنا، يعني عقبال ما نخلص الاكل اولادنا جعانين سندوتش اي حاجه. طب انا عايزه اعمل عيش لاولادي، والعيش بره بقى الرغيف قد كده وبسعر مش قادره اقول لكم يعني. هل اسكت؟ لا طبعا ما اسكتش. رحت قايمه عامله عيش حلو نتيجته كويسه، وكمان ينفع للسندوتشات. انا هعمل عيش شامي النهارده. انا مش عارفه هما ليه مسمينه عيش شامي، لان ده العيش المصري بتاعنا العادي، بس في المطاعم بقوا مسمينه العيش الشامي. فانا هعمله نتيجته كويسه، مكوناته في البيت، وشويه دقيق وشويه ميه، هطلع شويه عيش للاولاد، وكده ابقى رضيت الاطراف كلها اللي في البيت. رضيت نفسي ان انا زعلانه على بطاقه التموين، وفي نفس الوقت رضيت اولادي اللي عايزين عيش. وهرضي جوزي، هرضي جيب جوزي، يعني بدل ما نروح نشتري عيش سياحي رغيف قد كده وبالشيء الفلاني، لا انا هعمل شويه عيش في البيت. انا جبت كيلو دقيق، حطيت عليه رشه ملح، حطيت عليه معلقه سكر، حطيت عليه كيس خميره، ميه دافيه. مش هقدر اقولك هي قد ايه، لكن حطي ميه دافيه وتدريجيا انزلي على كيلو دقيق بشويه ميه كل شويه لحد ما العجينه تبقى متماسكه معاكي وتكون كده حلوه. طب ولا بتلزق قوي ولا طريه قوي، انا عايزاها وسط، وعايزاها في نفس الوقت اما اجي اشكلها تتشكل معايا بكل سهوله. بس بقى تخمر لمده ساعه، وبعد كده بطلعها كده. بعد ما خمرت هبدا بقى ان انا اعملها كور صغيره، يعني حوالي هي 50 جرام، يعني مش هتزيد اكتر من كده. حجم الرغيف هو بيرجع على حجم الكرة اللي انت هتعمليها. شوفي انت عايزه حجم انهي حجم اللي انت عايزاه. هوريكوا في نهايه الفيديو اللي طلع حلو واللي طلع وحش. طلع وحش ليه؟ يعني هقول لكم العيوب وهقول لكم المميزات، وازاي نتخطى فكره ان العيش يطلع وحش معايا. كمان هسويه في الطاسه، وهسويه في الفرن على اي سقف الفرن. فهسوي، عايزاه على الطاسه وانتي واقفه في ثواني ما بياخدش وقت، عايزاه برضو في الفرن في ثواني ما بياخدش وقت. بصراحه في خبزه هو سهل جدا. هو عايز يتعجن عجن كويس في مده ما تقلش عن 10 15 دقيقه. عايز يختمر كويس، ترتاح بعد ما تكمريه كويس، بعد ما تكوريه كده كويس. كمان بعد ما تفرديه لازم يخمر نص ساعه عشان يطلع معاكي قابب كده وحلو زي بتاع السندوتشات. انا غطيته وهسيبه ترتاح 10 دقايق، وبعد كده هبدأ افرد بأول واحدة انا عملتها. هرش شوية دقيق على الرخامة، وهجيب النشابة، وهبدأ اللي انا افرد العجينة على الرخامة بسمك ما يقلش عن 1 سنتي، علشان لما بتطلع تخينة معاكي هوريك العيب اللي طلع معايا في الاخر. تمام كده. ببدأ ان انا افرد كده الكورة بتاعتي او العجينة بتاعتي. وانا هعمل حجمين من العيش، حجم صغير خالص ينفع لاولادي، وحجم كبير ككبار نعرف ناكله. الحجم الصغير ده عشان ما بحبش اولادي لما بيعملوا سندوتش بيرموا بقيه العيش، فانا مش عايزه كده. فالحجم اللي انتي حباه او شفتيه معايا وعجبك اعمليه. تمام. لحد كده احنا كده كويسين. انسوا بقى ان انا زعلانه على بطاقه التموين، ما انا خلاص رضيت نفسي اهو. لو لسه متابعاني لحد الان يا ريت تنزلي تحطي لايك عشان بيرفع الفيديو ناس كتير يشوفوه يستفادوا منه. كمان لو انت بتتفرجي على الفيسبوك على الفيديو ده يا ريت تعملي شير للوصفه عشان كله يستفاد منها وكله يشوفها. هبدا بقى ان انا افرد العيش كده زي ما انتم شايفين، وانا وريتكم السمك قربته من الكاميرا. وببدا ان انا انفضه كده يمين وشمال من اي دقيق خالص علشان دي ما يتحرقش معايا وهو بيستوي، سواء في الفرن او سواء على الطاسه. ان شاء الله انا جالي اسئله كتير وكومنتات كتير في فيديوهات مختلفه. انا بجمع كل الاسئله دي وان شاء الله هطلع لكم في فيديو كويس قوي ارد على كل الاسئله اللي انتوا عايزينها. في ناس سالت في الحلويات، وفي ناس سالت في الحلو وفي الحادق، وفي ناس سالت ازاي عملت قناه وليه انشاتها وهل باخد منها ربح ولا لا. كل الكلام ده هقوله لكم ان شاء الله. بدات ان انا افرد العيش كله، وزي ما بقول لكم بحط على الصينيه وببدا اغطيه باي ملايه عندك مخصصه، انت عينها نظيفه للخبز. المفرش اللي عندي ده كان اصلا مفرش حوض ولسه جديد وانا ما فرشتوش. فبفرش بقى، بحط كده على الصينيه وابدا ان انا اغطيه،
وارجع بعد كده اخد الطرف اغطي بيه برضو، بحيث ان انا استفاد بكذا طبقة من الغطا اللي معايا. انا هعمله برضو بالطول كده في غير الدوران، زي اللي فعلا بنشوفه بره في المحلات العيش في محلات الفول والطعمية بيعملوه كده شكل بيضاوي او بالطول يعني. فعملت كام رغيف كده وعملت حبة دوران، حبة هيطلعوا ناجحين معايا، وفي اتنين انا قاصده، يعني في اتنين تلاتة اربعة انا قاصده ان هم يطلعوا معايا بالعيب ده، علشان اوريهولكم قدامكم لو العيب ده آه ازاي نتخطاه، وازاي يعني ما نقعش فيه لو عملنا عيش. تمام. هبدأ بقى ان انا كده اجيب طاسة ومعلية النار، واول ما الطاسة تسخن بوطي النار على الوسط، ولا واطي قوي ولا عالي قوي. اول ما بحط العيش كده ببدأ ان هو خلاص كده عرفت ان هو ناجح معايا، اقلبيه، مش هيجرى له اي حاجه، اقلبيه على الوش التاني اول ما تشوفي الفقاعات دي، علشان يبدا ان هو فعلا يرتفع معاكي اكتر واكتر. طول ما انتي بتقلبيه على الوشين، طول ما الهواء بيتوزع في قلب الرغيف، وهيطلع قابب كده معاكي وعامل زي بتاع السندوتشات اللي بتجيبيه من بره بالظبط. عايزه اقول لكم ان الخمس ترغيفه من العيش الشامي دوت بره ممكن معديين ال 8 9 او 10 جنيه، يعني انا مش يعني اخر مره اشتريته كان فعلا حبه صغيرين قوي، وكان ب10 جنيه ولا حاجه، مش عارفه 5 6 ارغفه يعني. فانا بالكيلو دي واحد عملت 45 رغيف من العيش الشامي. بصوا بقى لما باجي اقلب يمين وشمال الهواء بيتوزع في الرغيف كله وبيقب كده. هبدا بقى ان انا اشيله واحط غيره على طول، وده اللي في الصاج هدخله الفرن واوريكم بعد ما بيدخل الفرن بيبقى شكله عامل ازاي. شايفين الرغيف وحلاوته تحفه، تقدري تتحكمي في اللون الدهبي اللي انت شايفاه ده زي ما انت عايزه. اللي في الجوانب دي كمان هيرفع دلوقتي، اللي في الجنب ده بتاع الرغيف اللي هو جنب اللي بيتقلب ده هو بيقب معاكي بكل سهوله، وفي كام رغيف مش هيقب خالص، وهقولك العيب كان من ايه. ودي اللي كانت في الفرن اول برضو بيبداوا هم ان هم خلاص يقبوا كده وياخدوا لون حلو، هوريهولكوا بعد ما يطلع كمان. ببدأ بقى كل رغيف اللي اشيله احط غيره، الرغيف اللي اشيله احط غيره. الطاسة النار بتاعتها وسط، مش عالية قوي خالص يعني ولا واطية خالص، وسط. ودي العيش اللي انا بطلعه اهو بحطه جنبي كده على صينية وبيفضل طري يعني. عايزة اقول لكم ان اولادي اتعشوا بيه وسابوا كام واحد كده في قلب كيس على الرخامة لحد الصبح برضو طلع طري وحلو خالص. ما نشفش وما فرولش ولا اي حاجة، نتيجته بصراحة ممتازة جدا. هتعجبكم ان شاء الله. ده بقى العيش بعد ما خلصته، وفي كام واحده كده هوريها لكم طلعت مش حلوه، والسبب كان في ايه؟ السبب ان هي طلعت تخينه، او ان انا ما فردتهاش حلو. طول ما انتي مش فرداه حلو ومش مخلياه بسمك كل واحد، هيطلع معاكي من جوه مكلكع وتخين وفي قلبه عجين من جوه. لكن ازاي يطلع كده مفرغ كده وبيتفتح سهل للسندوتشات؟ انك تفرديه حلو جدا بالنشابه، وتتاكدي ان كل الاطراف متفتحه مفروده معاكي كلها بسمك واحد. شايفين بقى بيتفتح معايا بكل سهوله، كان سخن وكنتش قادره امسكه بصراحه. هوريكم برضو بقى اللي هو في الصينيه التانية اللي بقول لكم ده العيب طلع ان هي تخين، وان هو ما اتفردش حلو بالنشابه، فعشان كده طلع بالشكل ده، ما قبش معايا خالص. لكن طعمه حلو لكن تقيل، مش زي التاني كده بينفتح للسندوتشات وخفيف. ده في قلبه يعني تخين من جوه، في قلبه زي عجين كده بس مستوي برضو عادي. برضو ده تقدري تغمسي بيه، لكن بيتفتح للسندوتشات بس من جوه تخين، بشاور لكم انه من جوه تخين مش رفيع زي اللي قبل ده. فافرديه حلو جدا. وده بقى شكله بعد ما خلصته وحطيته كده في السبت بتاع العيش. يا رب الفيديو اللي عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه وتفعيل زر الجرس، واللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك عشان يوصل له كل جديد. طريقه تخزينه بحطه في كيس بعد ما بيبرد خالص، وبربطه واحطه في الفريزر واطلعه اسيبه على الرخامه. بعد ما بيتجمد بيفك وبيبقى زي الفل. دمتم بألف خير، وكنت معاكم الشيف هبة شيحة من قناتي على اليوتيوب مطبخ هبة شيحة. اشتركوا في القناة لو مشتركتوش، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، ويا رب اكون دايما عند حسن ظنكم. مع السلامة.